تعالَ أقول لِك شوية تريكات في كفتة الفراخ هتودّيها في حتّة تانية خالص. عايزة أقول لِك الكمية اللي قصادِك دي ربع كيلو بانيه، وطبعًا لو نُص كيلو بانيه هتتضاعف الكمية، بطعم وشكل وريحة مش طبيعية، حلوة جدًا، 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 أحلى كفتة هتاكليها في حياتِك. يالّا أقول لِك الخطوات عبارة عن إيه. ده أنا عملت الكمية كلّها وهي عبارة عن نُص كيلو بانيه، بس طبعًا مش هاشويهم كلّهم. فرمت نُص كيلو البانيه بس طبعًا غسلته بدقيق كويس جدًا، تقدري طبعًا تستخدمي صدور الفراخ على طول، لكن أنا اللي كان المتوفر عندي البانيه. وفرمت بصلاية كويس جدًا وحطيت عليها شوية ملح عشان تنزّل المَيّة بتاعتها. أمّا بقى عن التوابل عبارة عن معلقة من الخلنجان هتلاقوه والله عند العطار وحلو جدًا، ال7 بهارات، فلفل أسود، الشطة حطيت ربع معلقة من الكاري عشان يغيّر لي اللون حاجة بسيطة، وتوم باودر وبصل باودر. هادّيهم لفة كده في الكبة مع بعضهم، وبعد ما تتلف كلها على بعضها حط عليهم نص معلقه من البيكنج باودر عشان خاطر ما تبقاش الكفته بتاعتي مكتومه او مكبوسه، لا تبقى طريه وفي نفس الوقت تحس ان جواها كده المسامات اللي بتخليها طعمها حلو وتبقى ايه مميميه زي ما بيقولوا، ما تبقاش ناشفه ومكبوسه كده. فخلاص اديتها لفه، ادي البيكنج باودر انا بستخدم النوع ده حلو جدا جدا جدا، حتى في الكيكات وفي اي حاجه حلو جدا 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 جدا، وكمان ارخص من العادي. ده هانزّل بقى الكمية، هانزّل عليها معلقة زيت عشان خاطر لو لازق أي حاجة في الكبة أو في إيدي وأنا بانزّلها كده هتنزل على طول بمنتهى السهولة. هاحطها في التلاجة عشان أنا هاعمل جنبها كفتة لحمة مفرومة، وطبعًا نزّلتها لكم بكل التريكات برضه بتاعتها. هاحطها في التلاجة لغاية ما أخلّص الكمية بتاعتي. تعالوا بقى عشان خاطر نصبّعها. ما عندكيش السياخ دي، السيخ بيتباع ب10 جنيه، ما عندكيش السياخ دي تقدري تستبدلي السيخ ده بشيش طاووق، كام سيخ مع بعضه مش واحدة بس من الشيش طاووق، لأ حوالي كده 3، 4 واعمليهم. كده عملت نُص الكمية اللي هم حوالي ربع كيلو بانيه. حطّهم في الفرن بس لازم يكون الفرن سخن من قبلها، يعني اتحطّوا والفرن سخن أصلًا على درجة حرارة 200. تعالَ بقى أقول لِك على صوص يودّي لِك الكفتة دي في حتّة تانية خالص. عارفة مَيّة البصل اللي أنا صبّعت بيها، حُطّي عليها معلقتين من الكاتشب الحراق، وربع معلقة من العسل، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وسِنّة كده شطة، قلّبيهم على بعضهم كده. تعالي أورّي لِك بقى بعد حوالي 15 دقيقة الكفتة استوت، دهنتها واحطها تاني حوالي 3، 4 دقايق تاخد لون معايا